معرض حكاية ممر، والنهاردة آخر الممر. مسرحية شحاتين وهربية داخل تياترو الإيطاليانا، أو المسرح الإيطالي. المسرحية شحاتين وهربية ده المسرح من جوه. آم، زي مسرح الغرفة تقريبا. طبعا كل حاجة تراثية قديمة. آم، تحس فيه ان انت فعلا داخل تياترو اللي كان بيدخله الايطاليان زمان. المسرح جميل جدا، المستوى بتاعه متوسط، بس الانشاء بتاعه تسمع صدى الصوت والمايكات لغاية لما تنزل تحت تبقى سامع صدى صوت الممثل فوق. المسرحية كانت جميلة جدا. أجيب لكم أجزاء من المسرحية بس علشان الصوت ما يتدخلش مع بعضه. الجزء الجاي إن شاء الله هجيب لكم أجزاء من المسرحية. برافو برافو برافو، شابو للعرض المسرحي الجميل. شحاتين وحرامية. بالتوفيق لكل اللي شاركوا فيه، بالتوفيق لكل اللي شاركوا في آم، معرض حكاية ممر. وإن شاء الله ربنا يوفقكم دايما وتلاقوا أماكن تعرضوا عليها تبينوا فيها الفن اللي موجود في بورسعيد لغاية دلوقتي. كده يا جماعة الرحلة خلصت. أرجو إنها تكون نالت إعجابكم. إن شاء الله استنونا في رحلة تانية في بورسعيد بين الماضي والحاضر وممرات جديدة من ممرات الفن في بورسعيد. في اقتراح في فيديو جاي، عايزين نعمل عليه voting ونصوت عليه ونشوف هل ينفع أو ما ينفعش. ده هيبقى مفاجأة إن شاء الله. كده يبقى خلص الكلام. سلام.